أهلا بيكم أعزائي المشاهدين والمتابعين. حلقتنا النهاردة حلقة من حلقات تجارب المزيكاتي، وهي حلقة بالنسبة لي خاصة لأن معايا منتج صناعة محلية made in Egypt. عاوز تعرف أنا معايا إيه؟ هقول لك بس بعد فاصل الموسيقي. بقالي فترة كبيرة بحاول أدور على الحزام الذهبي او الستراب بتاع الجيتار الذهبي، زي ما انا بدور على تون الذهبي. الناس اللي متابعه معايا من اول البرنامج هتفهم انا بقول على ايه. ونرجع تاني لموضوعنا، وهو الحزام الذهبي او الستراب الذهبي. زي ما انتم عارفين عندي شويه جيتارات طبعا، وليها احجامها واشكالها والتقل بتاعها، فكنت بحب اجيب حزامه الموجوده هنا متاحه. ومع الاسف دايما كنت بلاحظ ان الحزام بيجي من الحته اللي بتخش فيه الدبوس بتاع الجيتار بتوسع، يا اما بتطلع بره الجيتار فجأة. يعني هو انت ماسك الجيتار فجأة بص تلاقي الجيتار نط من ايدك. فكنت ببقى خايف جدا. الحاجة التانية ان كنت بلاقي الماتيريال بتاعت الستراب بتتقطع، يا اما بتفرول يا اما ما تستحملش، ما اعرفش. عامة كنت بتضايق جدا. ساعات كنت انا اللي بعمل بايدي الحزام، لحد ما من فترة قريبة شركة ديستينجو اتكلموا معايا وقالوا لي تعالى احنا عندنا ماتيريال عاوزينك تشوفه. وبالمناسبة الحلقة دي سبونسرد باي ديستينجو ميوزك وشركة او اس، هنعرف عنها بعدين شوية. فقالوا لي تعالى عندنا شوية ماتيريال حلوة قوي للسترابس. فروحت اتفرجت وشفت بنفسي وعجبتني. هوريكم دلوقتي الحزامة اتقل عليا. فاخدت كام حزام قلت هجربهم واشوف ايه دنيتهم واذا كانوا كويسين ولا لا قبل ما اطلع واقول الحلقه ديت. ومش بس كده، عملت محادثه تليفونيه مع الاونر بتاع شركه او اس، او كمان المصنع، مش الاونر بس، المصنع والاونر بتاع شركه او اس. وهو زي ما انت مخمن من أسامة بالظبط. وكلمت مع أسامة وحكالي القصة بتاعته، هو ابتدى ازاي اصلا يصنع الحزمة. اولا هو ابتدى ان هو يصنع جيتارات مش حزمة. كانت بالنسبة لي يعني كانت مفاجأة زي ما انت اتفاجئت كده. كان بيصنع جيتارات الكلاسيك، وطبعا بما اننا احنا ما عندناش الماتيريال في مصر والموضوع صعب ماديا، فخلاه يضطر ان هو يوقف البروجكت ده. مع اني اتمنى يكون في ناس عندها الدافع ده ان هي تعمل كده، وانا ما عنديش مانع ان انا ابتدي معاكم بروجكت خاص بتصنيع جيتارات. المهم نرجع تاني لأسامة. قال لي ان انا قلت ابطل ان انا اصنع الجيتارات وافكر في تصنيع حزمة الجيتار. ولكن السبب ان هو عاوز ياخد الاتجاه ده او خد الاتجاه ده، ان هو قال لي ان ده كان جزء من العيله، من البروجكت بتاع العيله بتاعته بتصنع شنط وحزمه وحاجات زي كده. بس طبعا يعني شنط عاديه وحزمه عاديه، مش حاجات تبع جيتار. فهو خد النولج بتاع العيله ديت والمصنع والماتيريال وكل ده وطلعه في حزمه الجيتار. هو اصلا عازف جيتار، فاعتقد نفسه يشوف حاجه حلوه للحزام بتاعه فصنع احسن ما عنده. فده كده منطقي ان هو بيحب الجيتار فبيصنع حزمة للجيتار. وقعدنا نتكلم مع بعض وندردش حوالين الخامات اللي كان بيستخدمها والتقفيل الفينش بتاعه ونوع الخياطة وي 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 اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض في الشاشة. انا اول حاجه لاحظتها اول ما شفت الحزامه وهي الفينيشنج بتاعها هاي كواليتي. يعني مثلا الديتيلز بتاعت الخياطه، الديتيلز بتاعت ميكس ما بين الالوان، الديتيلز بتاعت الفينيشنج بتاعت الجوينت، التقفيل بتاع مثلا من القماش للجلد للحته بتاعت اللي بتمسك في الجيتار. ودي لوحدها قصه لان هو عمل لها دبل بحيث ان هي ما تتقطعش، ودي حاجة مهمة جدا. احساسي ان انا ممكن اقلب الجيتار واسيبه وابقى شايله كده تحت زي السلاح من غير ما يقع، وده برضو اداني احساس كأن في لوكر على الستراب. وده بالمناسبة الشركات بتاعت بره في مشكلة في الحزامة فطورت اللوكر ده علشان الحزام ما يطلعش بره. اما بالنسبة للحزام بتاع الاو اس فانا لقيت
ان الحزام نفسه قوي والماتيريال بتاعته قوية، والجزء اللي بيركب في الحتة المسمار بتاع الستراب في الجيتار ماسك نفسه متين، ما بيطلعش بسرعة او كمان حتى ما بيدخلش بسرعة. فدي كانت بالنسبة لي حاجة مهمة جدا. اما الماتيريال اللي هو بيستخدمها ففي حاجات جلد طبيعي، في حاجات جلد مع قماش، في حاجات قماش ونايلون، ماتيريالز حلوة قوي الصراحة. وبعدين انا من هواة ومحبين المنتجات المصرية، احنا لازم نشجع ونسبورت المنتجات المصرية. واعتقد ان الدافع بتاع أسامة كان ان هو يصنع حاجة لنفسه، لان كان في وقت الدنيا قافلة ومفيش استيراد ومشاكل، والناس الحاجات اللي عندها اللي هم تجار عندهم مشاكل ان هم يجيبوا حاجات جديدة. خلى ناس كتير زي أسامة ان هم يبتدوا يصنعوا حاجات من نفسهم وبالماتيريالز اللي موجودة عندنا هنا في مصر. تعال نتكلم بقى هنا في البرايسنج. عنده كذا فرايتيز، في فرايتيز 350 850 1250 تقريبا 1500. في فرايتيز كتير على حسب الامكانيات بتاعتك، ده رقم واحد. رقم اتنين على حسب ذوقك. Like Rasta fish I'm talking about. Reggae shark is real. رقم 3 بالنسبة لي، أنا اشتريت حزام في نفس رينج 1250 1500 في الرينج ده، بس ده زمان. دلوقتي السعر دلوقتي ممكن يوصل كان 2-3، ولكني لقيت مشكلة، حاجات بتفرول، الجلد ده بيفرول، لقيت الجلد ده كان عامل زي البلاستيك، بعدين الجيتار بيقع، ما كنتش مبسوط أوي الصراحة. يلا لايك وسبسكرايب للحلقة ديت، وعاوزك تشجع منتج بلدك وخش على ديستينجو ميوزك ستور، اسألهم على الحزامة لأن هو المحل الوحيد اللي بيبيع حزامات OS. أتمنى تكون اتبسطت واستمتعت من حلقة النهاردة، وأشوفك على خير.